اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي. النهارده انا جايبه لكم اكله جميله. بصوا حضراتكم كده، الاكله اللي قدامكم دي انتوا لو هتشتروا رغيف الكبده ده من اي محل من المحلات اللي بتعمل الكبده، يعني هيعمل معاكم مبلغ محترم. انا دلوقتي جبت لكم طريقه عمل رغيف الكبده اللي بتشتروه من المحلات وبتكلفه بسيطه، وان شاء الله يعجبكم. تعالوا بقى نخش على المقادير كده. دي كده فلفل متقطع وطماطم، فلفل احمر على اخضر وطماطم وبصل وتوم وكبده متقطعه مكعبات ونص ليمونه. دي كده مبدئيا الحاجه اللي هنشتغل بيها: كبده، فلفل اخضر، البهارات بقى كزبره ناشفه، ملح، كمون، فلفل اسود. مش اكتر من كده. الاكله مش مكلفه، ولكن النتيجه بتاعتها بتطلع هايله. وطبعا بنجيب حزمتين جرجير حلوين كده، نغسلهم ونحطهم في مصفى ينشفوا. تمام كده. اول حاجه عملناها، جبنا طاسه كبيره وحطينا فيها ربع كوبايه زيت وخليناه يسخن قوي الزيت، ونزلنا عليه بالكبده زي ما حضرتك شايفه كده. نزلنا على الزيت بالكبده. حلو الكلام. بعد كده بنحط على الكبده دي الثوم ونقلب كويس. وخلي بالك اول ما تنزلي بالكبده ما تقلبيش على طول علشان ما تتهريش منك. تمام. جينا بقى حطينا البصل اهو زي ما حضرتك شايفه، ونقلب برضو تقليبه. وبعد كده نحط الفلفل الاخضر. هي الاكله سريعه ولذيذه وما بتاخدش معانا وقت، ويا جماعه مش مكلفه الاكله كلها. يعني تعمل تكاليفها قد تكاليف الرغيف اللي هتشتروه من بره من المحلات المتخصصة في عمل الكبدة. بصوا بقى كده، حطينا الطماطم مع الفلفل الأخضر مع البصل مع الفلفل الأحمر، وحطينا طبعا كده البصل والثوم، وحطينا كل حاجة تقريبا. البهارات بنحطها بعد ما بنلف الخضار ده لفتين بالمعلقة يا جماعة. حطينا بقى البهارات اهيت، الكمون والكزبرة الناشفة أساسي لما تيجي تعملي كبدة علشان يطلع ريحتها حلوة معاكي. لازم تحطي كزبرة ناشفة وكمون. ولو هتعمليها اللي هي بتتحط في الرغيفة، يبقى تحطي كمون مع توم مع خل على الكبدة أول ما تنزلي بيها وتبدأي تقلبيها تقلبتين. احنا هنا ما حطيناش خل. ليه؟ لأن ده الرغيف الكبدة اللي هو بيسموه رغيف سمين. يعني ده ممكن بيتباع عند المحلات اللي بتبيع اللي هي حلويات أو فواكه الدبايح، اللي هي الفشة والكبدة والحاجات دي. وادي شكل النهائي وده كده الشكل النهائي للأكلة بعد ما خلصناها. بصوا على جمال الكبدة وهي في الرغيف. قطعت الجرجير وحطيته في الرغيف من تحت كده، وحطيت عليه الكبدة وعملت طماطم مخللة. وفعلا والله والله كأنك شاري الساندوتش دوت أو رغيف الكبدة ده من بره. ما تنسوش إعادة نشر للفيديو. إعادة النشر يا جماعة بيخلي ناس كتير يتفرجوا على الفيديو ويستفيدوا. ما تنسوش بقى، وما تنسوش اللايك. واللي مش مشترك عندي في القناة يشترك، واللي عنده سؤال يكتب في التعليقات. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون أحسن وهيكون أجمل وهيعجبكم أكتر. وأتمنى الفيديو ده يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم. في معلومة، والسر اللي بيخلي الرغيف ده زي الرغيف اللي بتشتريه من المحلات من بره، انا خليت المعلومة دي لاخر الفيديو عشان اقولها لكم. هي قطعة اللية. لازم تحطي قطعة لية مع الكبدة دي وانت بتعمليها. مجرد ما تشوحي الكبدة تشويحتين كده وتحسي ان هي بتنزل ميتها، حطي قطعتين